السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حديث الصباح يالته حديث كتلان الذوق الإسلامي. ቁጥር 9 ነው። في الطعام والشراب የምግብና የመጠጥ አዳብን ስርዓትን የሚመለከት ይሆናል። الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة. الله بني لا يبزو نعمة وشين الله لقسوال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يلال يا الله النعمة قدرنا أنزل قوم يجيك بدأم بركاته نعمة أقوش ناتشو وكنزا نعمة وش مكاكل عنده نعمة الطعام والشراب نو يمقبلنا يمتد نعمة وهو نعمة نو أنعم الله به عليك الله بأنت ليه يوالو يلقس يا الله نعمة أقانو نال زهل الله نعمة أقا كبر مستأث تقبيون شكر مدرس يقبل إن شاء الله يزاريو حديث بزيه زوريا ميتنتن نومي هنو. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة كم سرعة شونا الله يولد الله شونا نهسروا أستر الفوان ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا أنوروا آياكم ما عاب على عيب مالتها يعني يوانا إن كاننا يوانا عيب نور قدلت موتات أكاكي نقر موتات مالتنا عيب بلو مالت معاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا أنوروا آياكم طعاما مقبن أنوروا آياكم قط بفصم بهوتاتشو عند مكان مقبن أنوروا آياكم كان نبروا نبياتنا عليه الصلاة والسلام إذا اشتهى شيئا عندك النجر كفلقوا يعني أن مقبون كفلقوز أكله مقبوتال وإن كرهه كتألت دقمو كالفلقوت تركه يتوتال. متفق عليه بخارينا مسلم. ከሐዲሱ የምንወስደው ቁም ነገር ምንድነው? አንደኛ ምግብን ማነወር አግባብ አይደለም። እኛ ሙስሊሞች አርአያችን ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እስከሆኑ ድረስ የእሳቸውን አርአያነት መከተል ተገቢ ነው። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንድም ቀን ምግብን አነውረው አያውቁም ነበረ። يعني نعمة يا الله ጸጋ ነው። أنعم الله به عليك الله بأنت لا يوالو يلقسه نعمة نو وإذا لم يعجبك فاتركه دسك على له ما تولو نجي يا الله نعمة ما نناقنا ما سانس أقباب አይደለም ነው። እንደሁም ከዚህ ሐዲስ የምንወስደው ምንድነው? ምግብን ማነወር የቅንጦትና የኩራት መገለጫ ነው። አላህን የማይፈሩ ሰዎች ኩሮዎች ናቸው። ለምግብ ነውር የአላህን ኒዕማ ስለማይሰማቸው እንዲህ ነው እያሉ የአላህ ኒዕማ ቦታ የማይኖራቸው ኩራተኞች ናቸው። የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኒዕማን ጸጋን ማሳነስ ስለሆነ ምግብን ማነወር አግባብ አይደለም ነው። የማንፈልገው አይነት እንኳን ቢሆን ያ ምግብ መተው ነው ያለብን። የማንፈልገው አይነት ምግብ ከሆነ መተው እንጂ እንዲህ ነው ብሎ ለዛ ለምግቡ አይብ ነውር ማውጣት አግባብ አይደለም ነው። ወሰለላሁ ዐላ ነቢይና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰህቢሂ አጅመዒን።